السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخ فريدة المتنوع. نتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله ضمن التحضيرات الرمضانيه غادي نحضر معكم سطيلات اللي حصريا على القناه ديالي بالملح الحلو وبريوات مذاق الحوت بلا حوت ولينوغيت اللي كيجيو هائلين. الى عجبكم هذه الوصفات تابعوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كما كتشاهدوا هنا حاطه لكم مجموعه ديال التطبيق ديال الاخوات اللي وصلنا 140 تطبيق على صفحتي على الفيسبوك. كنشكر بزاف المتتبعات ديالي اللي كيشجعوني هنا في القناه وكذلك في الخاص. نتمنى ان شاء الله تحطوا لي واحد اللايك من باب التشجيع، وكذلك لاول مره كيشاهد القناه ديالي يضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يتوصل بجديد اللي كنزل على القناه ديالي. خليكم على فيديو باش ندوزو نشوفوا هاد الوصفات اللي غادي نحضر معكم مقادير وطريقه التحضير. على بركة الله غنحتاجو لتحضير هاد البسطيلات دجاجة من وزن 2 كيلو. بطبيعة الحال بعد ما كنقيوها بالملحة والحامض وكنخليها ترقد شوية د الحامض والهريسة وشوية د البصلة باش كتحيد من هذيك السفورة ديالها. صافي من بعد كنسقطروها وكنحيد ليها الجلدة وكناخدها كندهنها بمعلقة صغيرة ديال الهريسة وكنخليها كتبقى، يعني ما كنحيدش ديك الهريسة كما كتشاهدوا. صافي كندير ليه الغطايه كندخلو للثلاجة واحد 3 السوايع ومن بعد كنخرجو هنا حيت ليه الغطايه. دابا ندوز نوضعو في طنجره ديال الضغط. انا هنا هاد الدجاج حيت فيه تقريبا غير شويه ديال الزر، يعني درت الدجاجه كامله. صافي هنا غادي نوضعها في طنجره ديال الضغط وغنضيف عليها بصله كبيره اللي كتكون مشلضه رقيق. انا دوزتها هنا في الهشوار ومن بعد غادي نردها فوق النار وغنضيف ليها المكونات المتبقيه. هاد البسطيله كتجينا بين الملح والحلو، كتجي رائعه جدا. ديك الهريسه اللي كنضيفوا لهاد الدجاج في الاول صافي غادي نردو فوق النار ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. انا غادي نضيفوا التوابل عاد غادي نردوها فوق النار. عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم ما تكونش عامره، عندي نصف ملعقه ديال الملحه، ما غاديش نكثروا الملحه حيت كاينه الهريسه. عندي شويه ديال البابريكا اللي هي تحميره غير شويه، شويه ديال السكنجبير يعني تقريبا راس المعلقه، شويه ديال الضويمه تقريبا ربع ضويمه، وهنا غندير 2 معالق ديال زيت المائده. غادي نردها فوق النار، غادي نشحر مزيان هاد الدجاج مع البصله. من بعد غادي نضيف واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون وغادي نضيف 2 كيسان ديال الماء ديال العنبه. غادي نسد على الطنجره ديالي وغندير الصفاره وغنخليها واحد ربع ساعه دغيا كيطيب ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. بعد ما كدوز ديك ربع ساعه حيت درنا الصفاره يعني دغيا الدجاج ديالنا كيطيب، غادي نحيدوه يبرد. وهاد المرقه المتبقيه تقريبا عندنا واحد كاس ديال المرقه المتبقيه غنضيفوا ليها الشعريه الصينيه ديال الرز تقريبا مربع ونص كما غتشاهدوا، وغنضيفوا زلافه صغيره ديال الزيتون الخضر تكون مقطعه. صافي غنبقاو نحركوا هاد الشعريه الصينيه، يعني ما كنسدوش عليها باش ما كنخليوهاش طيب حتى كتهرى، يعني غير كتسلق معنا كما شفتوا. كنديوها وكنجيبوها حتى كتنشف من هاد المرق كما غتشوفوا. صافي الدجاج ديالنا بعد ما كيبرد كنفردوه بهذا الشكل هذا بحال الطريقه ديال البسطيله. صافي هنا كنديوه نجيبوه حتى غادي ينشف لينا من هاد المرقه. هنا الدجاج ديالي بعد ما برد قطعته قطع صغيره كنحيدو منه دوك العظام. هنا الشعريه الصينيه ديالي بعد ما نشفات من داك المرق. هنا غنحتاجو تقريبا واحد ربعه ديال اللوز في هاد الدجاجه. بطبيعه الحال بعد ما كنفسخوه كنخليوه ينشف وكنقليه في الزيت وكنطحنوه يعني مهرمش، ما كنطحنوش هبره. هنا عندي الفرماج الاحمر ديال الايطا تقريبا هنا واحد 200 غرام، واحد زلافه. وهنا غنحتاجو الورقه ديال البسطيله ديال البخار. هنا كناخدو 2 وريقات ديال البسطيله كنحطو وحده على وحده كما كتشاهدوا. كناخدو القطاعه ديال البيتزا كنقطعوه بهذا الشكل هذا 4 المثلثات يكونوا متساويين. هنا كناخدو السيخكل هادو ديال الحريشات، كاين هنا المتوسط وكاين الصغير اللي كتكون عنده هاد الغطايه الفوق اللي كتقاد لينا لافور. صافي كناخدو هاد السيخكل كنحطوه بهذا الشكل هذا، يعني الطريقه واضحه في الفيديو. كنديروا شويه ديال اللوز، كنديروا الدجاج ديالنا.
من بعد كنديرو ديك الشعريه الصينيه، وكنوضعو تاني شويه ديال اللوز الفوق، وكنوضعو الفرماج الاحمر. صافي وكنستمروا بنفس الكيفيه حتى غادي نكملوا بنفس الطريقه. هاد 4 المثلثات اللي عندنا، يعني هاد الطريقه كتجينا ساهله. كنستمروا بنفس الطريقه، كيجيونا هاد البسطيلات رائعين جدا بالملح والحلو، كيجيو هائلين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتحطوا لي التطبيقات ديالكم كما العاده على صفحتي على الفيسبوك والتعاليق هنا في القناه. كيجيو هائلين، يعني توجدوا واحد الكميه وغادي نديروهم في المجمد. هنا غادي نقادو هاد لافورم ديال هاد البسطيلات بهاد الطريقه اللي كتشاهدوا. من بعدها غادي نجمعوهم. كنحتاجو بيض بيضه كنخلطو مع شويه قبيصه ديال الملحه، وكنحتاج هنا شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت مذوبين، الزبده من نوع جيد. صافي كنجمعوهم بهاد الطريقه هذه، يعني طريقه سهله وواضحه في لا فيديو. من بعد كنجمع عليها المثلث الاخر، كنجمعها وكنقلبها بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنقاد ليها لا فورم ديالها، عاد كنجمع ليها داك المثلث الاخر، يعني كنضوب ليها هنا الورقه كما كتشاهدوا. صافي كنبقاو ندهنوا ببياض البيض، ودوك الجنيبات راه باش كينشف بياض البيض راه كيتجمعوا. صافي كنحاولوا نقادوا ليها لا فورم ديالها بهذه الطريقه هذه. صافي وكنستمروا بنفس الكيفيه حتى غادي نساليو هذه الكميه كامله. هنا غادي ندوزو نوجدو حشوه ديال البريوات بمذاق الحوت بلا حوت. انا ديجا حاطه لكم البسطيلات في القناه كما كتشاهدوا هنا بلا حوت، كيجيو هائلين بزاف. منكم جربوهم، نتمنى ان شاء الله تجربوا حتى هاد البريوات. يعني هاد الحشوه مختلفه على اللي حاطه لكم. المهم هنا في مقله كنديروا بصله كبيره كنشلطوها، انا شلطها رقيق يعني كنديرها في الهشوار. كندير ليها 2 ضريسات ديال الثوم محكوكين، شويه ديال الملح والبزار. كنحركها مزيان، كنشحرها مزيان حتى كتعطينا داك اللون مايل بني باش كتجينا لذيذه. كناخذوا صدر ديال الدجاجه بطبيعه الحال بعد ما كنغسلو كنقيو، كنقطعو مربعات صغيره، كنضيفوا عليه شويه ديال الملح، وغادي نشحروه مزيان حتى غطيب لينا كما تشاهدوا. من بعد هنا في جنب ديال المقله كناخذوا كنديروا شويه زيت الزيتون، شويه زيت المائده، غنديروا شويه د القزبور والمعدنوس بطبيعه الحال بعد ما كنقرضوهم، شي 2 معالق مخلطين. غنديروا هنا الحامضه، نصف حامضه مصيره بطبيعه الحال بعد ما كنقطعوا مربعات صغيره باللب ديالها وبالقشره ديالها، معلقه صغيره ديال الهريسه، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البودره ديال الثوم، شويه ديال البودره ديال البصل. عندي هنا تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزيتون الخضر مقطع، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البابريكا، ومعلقه صغيره ديال لاموطارد، و2 معالق كبار ديال صوص الصوجا، ومعلقه صغيره ديال توابل السمك. كنخلطوا مزيان هاد الشرموله. من بعد كنلبسوها لهذا الصدر ديال الدجاج وكنخليوها طيب معاه واحد شويه. من بعد عاد غادي نضيفوا الشعريه الصينيه بطبيعه الحال بعد ما كنسلقوها في كنور ديال الدجاج، كنور ديال الحوت عفوا. كنسلقوها فيه باش كتعطينا داك المذاق. ومن بعد كنخلطوها، يعني كتكون ديجا مسلوقه، صافي غير كنخلطوها واحد دقيقه وكنطفيو عليه. صافي هنا كنضيفوا الفرماج الاحمر في الاخير. بعد ما كنطفيو عليها كنضيفوا الفرماج الاحمر. صافي الحشوه ديال هنا غادي ندوزو باش نوجدوا البريوات. كناخذوا هنا تقريبا واحد 2 الورقات حتى 3 بهذا الشكل هذا. صافي الاخرى كنديروها في البلاستيك باش ما تنشفش لينا. عاد كناخذوا دابا المقص، كنقطعوا يعني بريوات كبار شويه، يعني بهذا الشكل هذا مستطيلات كبار. انا دابا درت هنا عيني ميزاني حيت عارفه القياس، نتوما عبروا باش يجيوكم نفس كما كتشوفوا. راه جاوني نفس، يعني ديما مولفه كنديرهم عارفه القياس ديالهم. صافي كنسرحوا هنا 3 الاشرطه او 4 الا كانت عندكم الخفه. صافي هنا الحشوه ديالي بعد ما بردات غادي ندوز دابا باش نحضر بها البريوات. كناخذو كندهنو بشويه ديال الزيت، وهنا عندنا ابيض بيضه اللي كنسقو به في الاخير. صافي كنديروا شويه ديال الفرماج المربع اختياري، ومن بعد كنجمعو بهذا الشكل هذا. يعني الطريقه ديال البريوات ديجا حضرتها معكم في القناه، يعني طريقه اللي هي ساهله كنجمعوا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كنديروا ابيض بيضه في الاخير وكنجمعوا البريوات ديالنا. البسطيلات ديالنا بعد ما وجدوا كنفرشوا لهم بلاستيك وكنوضعوهم بهذا الشكل هذا، وكنديروا بلاستيك اخر من الفوق، يعني كنديروا بلاستيك بيناتهم كندخلوهم مجمد حتى كيجمدوا. من بعد كنديرهم في لي بواط ديالهم هما هاد البريوات.
هنا غادي ندوزو باش نحضروا الوصفه ديال لي نوغيت اللي كيجيو هائلين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم بطريقتي، غادي ينالوا الاعجاب ديالكم، غيبقاو معتمدين عندكم. كناخذوا صدر ديال 2 دجاجات بطبيعه الحال، بعد ما كنغسلوه بالملح والحامض وكنسقطروه وكنخليوه ليله كامله يبات في الثلاجه. كنسدوه هكا فشي بواطه. من بعد هنا كنديروا شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبي، يعني غير راس المعلقه راس المعلقه، وشويه ديال الملحه. غادي ندوز نطحن هذا الصدر ديال الدجاج ديالي حتى غادي نحصل على كفته. ومن بعد عاد غادي نضيف فيه المكونات المتبقيه، يعني كنطحنو مزيان هنا في الهاشوار. من بعد كنضيف عليه المكونات اللي هما نصف ملعقه ديال بودره الثوم، كما كتشوفوا كنتحصلوا على كفته. كنديروا نصف ملعقه ديال بودره ديال الثوم، معلقه صغيره ديال بودره ديال البصل، معلقه صغيره ديال لاموطارد، معلقه صغيره ديال صوص صوجا اللي هي اختياريه، الا ما متوفراش يعني ما تستعملوهاش. وعندي هنا 2 حبات ديال الجبن. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، نطحنهم مزيان، يعني غير واحد الطحنه خفيفه حيت طحنا في الاول. من بعد هنا صافي بعد ما كيطحن كنديروه هكا في شي سبيره او شي زلافه بحال هكا او شي طبيصل، وكنغطيوه بالسلوفان، كنخليوه يرتاح 1 ساعه في الثلاجه. ومن بعد دابا غادي ندوزو بعد ما كترتاح لينا واحد نص ساعه، غادي ندوزو نوجدو لي نوغيت ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه، يجيو لذاذ بزاف ورائعين وساهلين في التحضير. الا جربتوهم غتستغناو على اللي كيتباعوا، هادو حسن منهم، كيجيو لذاذ ورائعين، وشي حاجه صوبتيها بيديك راه ماشي بحال خديتيها. المهم كناخدو كنفرجو هنا السلوفان في البلاطو اللي غنحطو فيها هاد لي نوغيت ديالنا. كنستعمل بشويه ديال الزيت، صافي كنديروهم هنا على شكل دائري. انا غنديرهم على شكل بحال كلاص. هادو كيتباعوا عند موالي لوازم الحلويات، وحتى ما اللي هو رخيص بزاف. صافي كناخد انا باكيه، كناخد منهم هادو اللي غادي نستعمل. صافي كنديرهم بهذا الشكل هذا، يعني الفيديو شارح نفسه. ممكن انكم توجدوهم غير على هذا الشكل الدائري، ولكن انا بغيت نوجدهم على الشكل اللي كيجي راقي وكيجي رائع بزاف وعاطي العين. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى هنا غادي ناخذ موتزاريلا، غنقطعوها على شكل طولي. انا جبتها هنا مجمد عندي جامده، المهم نسيتها. غادي ناخذ بهذا الشكل هذا صدر ديال الدجاج، غنديرو على شكل سيكار، وغندخلو فيه هذا الموتزاريلا بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. غادي نخليها حتى غادي تاخذ ليا درجه حراره المطبخ. عاد غادي ندخلها في هادو ديال لي كلاص كما غتشاهدوا معايا. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نسالي هاد الكميه كامله اللي عندي. من بعد هنا بالنسبه للشابلو انا حضرته تحضير منزلي، ديجا شاركت معكم في القناه. خديت الكوميري يبسته في الفرن، ومن بعد قطعته قطع وطحنته هنا في الهاشوار. عندي هنا زلافه غنحتاجو فيها الدقيق، وعندي بيضه كامله كنضربوها مع شويه ديال الملحه. صافي دابا غادي ندوزو للطريقه. كناخدو هاد لي سيكار كندوروهم في الدقيق، من بعد البيض، من بعد لي شابلو، وكنوضعوهم في داك البلاطو. صافي كنستمروا بنفس الكيفيه. كما شفتوا بعد ما كتاخدينا موتزاريلا درجه حراره المطبخ كندخلها في هادو ديال لي كلاص بهذا الشكل هذا. صافي غنستمر بنفس الكيفيه حتى غادي نسالي هاد الكميه كامله، ومن بعد غنحطهم في البلاطو وغادي ندخلهم المجمد حتى غادي يتجمدوا لينا تقريبا واحد ساعتين حتى 3 ساعات. يعني كنديروهم بهذا الشكل، يعني طريقه سهله ودغيا كيوجدوا. لي نوغيت ديالنا بعد ما كنوجدوهم كنحطوهم بهذا الشكل هكذا، كندخلوهم كنغطوهم ببلاستيك وندخلوهم مجمد حتى كيجمدوا. من بعد كنستفوهم في لي بواط بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. ان شاء الله فاش غادي نقليهم غادي نشارك معكم الوصفه على القناه. انا قليت لكم غير وحده باش تشوفوا كيجيو رائعين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتكتبوا لي في التعاليق.